بكره الست دي طليقة أحمد مكي تعلق على أزمته مع مديرة أعماله. أعربت طبيبة التجميل مي كمال الدين طليقة الفنان أحمد مكي عن كرهها الشديد لمديرة أعماله، وجاء ذلك على خلفية بلاغ مكي ضد الأخيرة بتهمة الاستيلاء على أمواله. وكتبت مي كمال الدين عبر حسابها على انستجرام: كنت أكتر حد في الدنيا بيكره الست دي بعد والدتها الله يرحمها. زعل عليك أكبر من خسارتي اللي بمر بيها لما أعلنت انفصالي. وتابعت كمان: أنا كان نفسي تصدقني، ما كنتش بتصدق وخسرتني وهاجمتني لحد ما أفقدتني إحساسي بأي شيء حلو في الدنيا. أنت كنت أكتر شخص بتمنى يكون أحسن مني، وكنت أكتر حد جه عليا. وقبل 10 أيام حرر أحمد مكي محضر ضد مديرة أعماله، وذلك لرفضها إعطائه كشف حساب أو ميزانيته الخاصة أثناء فترة عملها. وتلقى اللواء محمد مجدي أبو شميلة مساعد الوزير لأمن الجيزة اختار من اللواء هاني شعراوي نائب مدير الإدارة العامة للمباحث يفيد خلاله بحضور محام وكيل عن الفنان أحمد مكي إلى مكتب العميد محمد ربيع رئيس قطاع شمال الشمال، وحرر محضر بتضرره من المدعوة مديرة أعمال الفنان. وأضاف المحامي في البلاغ أن وكيلة أعمال الفنان رفضت إعطائه كشف حساب أو ميزانيته الخاصة أثناء فترة عملها، وذلك عقب إنذارها بإنهاء العلاقة التعاقدية. وتم تحرير محضر إثبات حالة وإحالة أحاله المقدم أحمد عصام رئيس مباحث العجوزة للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.